لم ترتقي الى المستوى اللي تمنيناه، وهذا زياد ممكن. باسل حارس المرمى، خروج موفق، يلعب دور المدافع. باسل احمد باسل حارس المرمى لفريق نادي الشرطه يلعب دور المدافع، والتغطيه جيده من هذا الحارس امام المهاجم الصريح لفريق نادي نفط الوسط زياد احمد، وكان خروجه بشكل ممتاز الحارس احمد باسل اللي نتمنى له السلامه ان شاء الله. وفريق الشرطه ايضا تعاقد مع حارس مرمى كبير وخبير، هو حارس مرمى داخل منطقه الجزاء. ممكن نفط الوسط قريب، العجان يحاول يمر بشكل جيد، خطيره ممكن، واحمد احمد باسل حارس مرمى الشرطه. اداء ممتاز لاحمد باسل حارس مرمى فريق الشرطه. هناك كره محاوله كانت داخل منطقه الست ياردات لمرمى فريق الشرطه، كانت مطالبه من قبل لاعبي فريق الشرطه بإشهار بطاقة صفراء. هذه محاولة مؤيد العجان اللي مر، وبعد ذلك أحمد باسل يتمكن من إيقاف محاولة نفط الوسط بمشاركة مدافع يمين نفط الوسط علاء الشبلي. علاء الشبلي عنده بطاقة في الشوط الأول، وكان ممكن لو كانت هناك بطاقة أخرى للشبلي سنشهد بطاقة حمراء. الميدون يقولون حارس عدنا ما يخاف ما يدرون الميدون يقولون حارس عدنا ما يخاف ما يدرون الميدون يقولون حارس عدنا ما يخاف ما يدرون الميدون يسجل من الكرات الثابتة، لكن هذه الكرة بعيدة عن صالح، بعيدة عن مرمى الشرطة. ينفذ صالح داخل منطقة الجزاء، تهيئة الكرة واحمد باسل. الله على تألق حارس مرمى الشرطة احمد باسل، الله على تألق حارس مرمى الشرطة احمد باسل. رأسية زياد احمد اللي حاول ان يسجل هدف التعادل لفريق نفط الوسط، ومرت الكرة بتألق لحارس مرمى الشرطة احمد باسل. احمد باسل واحد من عوامل الفوز حتى الان لفريق الشرطة هو الحارس احمد باسل. خطأ لأمجد وليد، هذه الإعادة، لاحظ الإعادة الرأسية اللي حاول اياها داخل منطقة الجزاء، وبعد ذلك الحارس احمد باسل يبعدها الى ركلة ركنية. خطأ بالروح والإصرار لاعبي فريق الشرطة بالغيابات الكثيرة، يعني 5 لاعبين مهمين بالنسبة للمدرب محمد يوسف يغيبون عن مباراة اليوم. عودة للحارس، وليد سالم، وليد سالم كاد أن يكلف فريقه. كرة لجهة اليسار، وأياد ينقل كرة، أحمد باسل، احمد باسل نجم المباراة، نجم المباراة بدون منازع. احمد باسل حارس مرمى الشرطة اللي تألق بشكل كبير في هذه المباراة، وينقذ مرمى الشرطة من هدف تعادل عن طريق صالح سدير. صالح سدير كاد ان يعيد. شرطة اسبوع اخر في النجف، مباراة الاخيرة في الجولة الأخيرة من المرحلة الأولى، محاولة خطيرة لكن باسل، أحمد باسل بحق اليوم هو نجم أخيرا لنفط الوسط. قد تكون الفرصة الأخيرة لنفط الوسط، قد تكون الفرصة الأخيرة لنفط الوسط. محاولة تبقى للأخضر في مباراة اليوم نفط الوسط والشرطة، محاولة خطيرة مرت إلى الخارج. خلاص علاء الشبلي، علاء الشبلي تسديدته قد تكون الأخيرة لفريق نفط الوسط على مرمى الشرطة، على مرمى الشرطة. 5 دقائق أيضا تنتهي من الدقائق اللي أضافها حكم اللقاء. خلاص الشرطة والثلاث نقاط، الشرطة والثلاث نقاط.